السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام أهلاوي. طيب مبدئيا بس كده عشان محدش يتضايق في الحلقة دي. الناس اللي هتقول لي على الحلوة والمرة معاه، تمام؟ أنا بقولكش إن أنا رايح أشجع أسمنت أسيوط، أنا بشجع الأهلي زي ما أنا، وهتفرج على المباراة الجاية عادي أيا كان بقى في بطولة إيه، كسبناها خسرناها، ما أنا هتفرج وهتفرج اللي بعديها واللي بعديها واللي بعديها. والناس بتاعت الكورة مكسب وخسارة تريح برضو الحلقة دي، عشان انا هنا خلاص منكو، انا هنا، انا مش قادر خلاص. مبدئيا بس عشان ندي كل الناس حقها، ريبيرو كده كده انا قلت انا لا اقدر اقيمه البطوله دي ولا الفتره اللي جايه خالص لحد ما الراجل يبدا يشتغل، تمام؟ بس انا حذرت من حاجه قبل كاس العالم للانديه خالص، لما الناس قالت المدرب ده عايز يلعب بضغط عالي و قلت لكم يا جماعه، هي مش القصه في المدرب عايز يلعب ايه، هو في ايده ايه ويقدر يلعبه ولا لا. انت عندك اسلحه لده ولا لا؟ طب انا لو النهارده جات لي فرص مرتدات بالعدد اللي احنا شفناه ده كله في الشوط التاني تحديدا، في اخر الشوط التاني، في اواخر الشوط التاني، ممكن افهم ايه اللي بيحصل قدام الجون ده. انا من الاشخاص اللي قالت على مباراه انتر ميامي في اول مباراه خالص ان انت ما وفقتش ودي بتاعت ربنا وخلاص، فما سجلناش فالحمد لله. تقول لي عشان انت كنت في الاول فبتقول كده، لكن دلوقتي عشان التعادل هنا خرجك فبتقول كده؟ لا 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 خالص. عارف، انا اشوف الاستسهال ده في الفينش من كله بقى. تقول لي جراديشار، تقول لي بن شرقي، مع ان بن شرقي عمل وهو صاحب الاسيست بتاع هدف بن رمضان وهو الاحلى في المباراه، تمام؟ بس ايه يا بن شرقي، ايه يا جراديشار، ايه يا عمر كمال، ايه يا حبايبي، في ايه، في ايه يا جماعه؟ ده احنا لو احنا اللي لو تعادلنا معاهم المباراه هنتقال احنا وهما، مش هنبقى بنلعب يعني بالسهوله دي. جدعان الجون كان فاضي فاضي فاضي، دي بقى ما فيهاش توفيق من عدم الجون فاضي. توفيق ايه؟ توفيق ايه ده؟ توفيق ده توفيق ايه يا جماعه؟ المرمى فاضي في 3 4 كور فاضي، محدش بيدخل جون. انفرادات عد انفرادات ما يهمكش. ايه الفينشز دي؟ طب بس مبدئيا كده شكرا وسام ابو علي المباراه دي، بس عشان وسام ابو علي ما قدمش حاجه المباراتين اللي فاتوا. شكرا وسام ابو علي المباراه دي بس. شكرا بن رمضان ال3 مباريات، مفيش كلمه تتقال على بن رمضان. شكرا زيزو للامانه، شكرا زيزو ال3 مباريات يا جماعه، واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيطه. زيزو النهارده يعتبر جايب 3 اجوان من الاربعه، 3 اجوان من الاربعه. زيزو الكرة دايما في ال3 هجمات اللي هما ال3 اجوان بتوع وسام ابو علي بالضربه الجزاء اللي زيزو اللي جايبها برضو. زيزو هو اللي ليه دخل. زيزو النهارده مشارك في الضغط الهجومي، في الفرص الهجوميه اكتر من 85% من فرصك جايه من عند زيزو. زيزو اللي تاني حلقه بقولها، واقف في كذا كوره بيقول لهم يا جدعان، يعني ما انت اصل انت هتتضايق، وانا عارف الناس بقى اللي هتطلع تقول لك شايف يا ابني انت عشان سبت الزمالك شايف هناك ما بيعملولكش قيمه ازاي ومش عارفه ايه. سيبك من الناس دي كده على جنب، تمام؟ والاهلاويه اللي هتبقى متضايقه ان زيزو كان بيشوح كل كوره ما حدش بيبصها. يعني هو زيزو يعمل ايه اكتر من كده عشان الناس؟ زيزو في كل كوره اختار الفريق عن نفسه، فمن حقه ان هو لما يبقى عنده فرصه احسن اللعيب التاني ما يفكرش في نفسه ويفكر فيه. طبعا حسين الشحات الحمد لله مش هنعلق، يعني مش هنعلق. يا حسين ينزل بوست اغلط فينا يا حسين وقول اصل انتوا لما بتيجي من القريب ومن وادعي علينا يا حسين، واكشف راسك وقف في البلكونه وقول يا رب، يا رب اللي ظالمني، احنا ظالمينك يا حسين، بس كفايه والنبي ابوس ايدك كفايه بقى. هاني يا حبيبي، الماتش اللي فات انا وقفت في صفك والله العظيم وقلت يا جماعه ما حدش شايل هاني الجون. ايه يا هاني؟ ايه؟ وبس في موضوع كده يا جماعه عشان اللي ما خدش باله من القصه دي. ديانج
اقسم بالله ديانج لو ما كانش موجود في الملعب النهارده وحمدي فتحي خرج، اللي انا مش عارف هو ليه اصرار على حمدي فتحي وليه ديانج احنا مقعدينه. ديانج ده يقعد ليه يا جماعه؟ ديانج النهارده مخرج بتاع 8 9 كور باهداف. ما تقوليش هو مش لازم يخرجهم على المرمى، قاطع كور بهجمات بجوان. عايز تعرف ليه؟ لان اي كره بتعدي بعد كده مفيش، خلاص انت ورا ما عندكش حد. بصوا يا جماعه الناس بتاعت اصل، بصوا مبدئيا كده بس ابقى يعني، وتعالوا قابلوني لما توصل ان شاء الله المره الجايه كاس العالم للانديه، لو جات لك مجموعه بالسهوله دي اقسم بالله 3 فرق اقل منك، واي حد معظمهم اكتر من كده لتبرير الوضع اللي احنا كنا فيه. دي يا ابني مشكلتك، دي مشكلتك. مجموعه اي فريق عربي كان يتمنى ان هو يقع فيها. فهو مش بتكبيرك لفرق، احنا اللي فاهمين كوره فاهمين هم اخرهم فين والفرق دي فين في العالم. فما تجيش تقنعني تقول لي اصل الفرق دي، وما اصل في فرق برازيليه كسبت اعالي اللي مش عارفه ايه وبتاع ايه وقصه ايه. طب يعني حتى بافتراضك، طب ما ده معناه ان الفرق القليله ينفع تكسب الفرق الكبيره عادي. يعني ما الفرق البرازيليه دي لو هتقارنها بريال ولا بالفرق اللي انت عمال تقول لي اصلا مش عارفه مين بيعمل نتائج ايه كويسه قدام فرق من الكبار في العالم، يعني ده معناه ان فريق عادي ممكن يعمل نتيجه كويسه قدام الكبار. فحتى لو افترضنا ان انت ال3 فرق اللي كانوا في المجموعه بتاعتك دول كبار، فانت كان تقدر. لكن بس بعيدا عن الكلام ده كله، عشان ايه انا بس برد عليكم، لا هم ال3 فرق مش كبار ولا حاجه، و3 فرق كان عادي يعني تكسب التخين فيهم، اللي هو على فكره كان بورتو. يعني عشان بس نبقى في الصوره كده، هو يعني المفروض تاريخيا بورتو الاعلى، بورتو الاعلى. فتاني شكرا ديانج، تاني باكد شكرا ديانج تاني، عشان لولا ديانج النهارده يا جماعه في الشوط الثاني ومن اول الشوط الاول كمان انت كنت هتخرج بفضيحه. انت مفيش كوره عدت من ديانج من ساعه ما هو نزل ما دخلتش جون. اي كوره بعد كده عدت دخلت. ونرجع لهاني، انا كنت بعلق على هاني. في ايه يا هاني؟ مفيش كوره يا هاني، مفيش كوره. المهاجم قدامك وانت شايفه بيفرش وهيشوط وبيلف جسمه وبيرفع رجله، ما تقف قدامه حتى يا هاني. يعني مش انا اخش عليه يا هاني، اقف قدامه. اشرف داري ايه يا حبيبي برضه؟ في ايه يا بابا؟ عليك اقساط او حاجه؟ هو في ايه؟ ايه اللعب ده؟ ايه الدفاع ده يا جماعه؟ في كوره جت في الدقيقه حاجه و80 قبل ما بورتو تسجل، والحمد لله المهاجم اللي هو انا مش فاكر اسمه بس اللي هو جاب اصلا الجون الثالث اللي هو بالهيدر من الكورنر، في كوره متعرضه ليه. اقسم بالله اللي ما شافش الماتش ده يشوف الهجمه دي تحديدا. والله العظيم هاني وكده كان عمر كمال واقف جنبه، واقفين وراه ب4 خطوات، الواد لوحده تماما، محدش حتى سأله الساعه كام. والحمد لله ان هي خرجت، لان الهدف ده لو كان اتسجل بورتو كانت هتسجل اللي بعده. انت كده كده خارج اخر مجموعه، انت خارج اخر مجموعه يعني، عشان بس ما تتكلمش كتير يعني. تمام. وانا في الاخر ليا انا نتيجتي، انا كنت في بطوله خارج عامل ازاي؟ خارج الاداء النهارده مش وحش، بس انا في مره من المرات قلت لك ما ينفعش ان انت بيتوفر ليك فرص كتير ما تخلصهاش. ده الكلام ده من الدوري، وقلت لك هنيجي في كاس العالم الانديه اقل فرصه اصغر فرصه لازم تترجم لهدف. شوف بالميراس قدامك، بالميراس ما لعبتش كره قدامك، بس لما جات لها فرصتين خلصوا. بورتو النهارده انت المفروض تخرج ب15 هدف النهارده. بورتو الكام كره اللي جولها خلصوا بجوان، يمكن مضيعين اقل منك بكتير لما توفرت الفرص، مضيعين منك اقل بكتير قوي.
تاني انا عارف ان ناس كتير قوي مش هيعجبك كلامي، وناس كتير مش هتوافق على كلامي، وتقول لي انت عايز بس تحبط وخلاص. يا عم احنا قدنا اداء كويس، هو انت يعني عايز يحصل ايه ومش يحصل ايه؟ انت تفكيرك محلي، دي مش مشكلتي. انا مش مشكلتي ان ده طموحك، ده طموحك، روح شجع اللي هو بتاع الطموح، تشجع عشان النادي الاهلي. دي عاشر يا جماعه، دي عاشر مره نخش كاس العالم للانديه. انت فين طموحك؟ خلاص، ما يعني افريقيا، ما انت سيد افريقيا، الدوري المصري، كاس مصر، كاس الرابطه. انت عايز حاجه من دول تاني؟ ما بتحلمش ان انت تعمل حدث تاريخي، حاجه تاريخيه، وكانت في ايدك الفرصه. اسهل مجموعه ممكن تقابلها في حياتك. ولو عايز يعني حاجه من احداث المباراه تقول لك ان دي مجموعه سهله، شوف مدرب بورتو النهارده وتوتره وقلقه قدامك. وانت بس الكره تعدي نص الملعب خدوا بورتو جون، خلاص انت الكره بتعدي نص الملعب جون، خلاص. يعني انا بعد الجون الثاني لبورتو بقيت فاهم القصه، خلاص هي الكره اللي هتعدي جون. ده حتى محمد هاني عمل تاكلينج واحد في اخر المباراه، انا شفت بوستات اقسم بالله قال لك يا جدعان هدوا الصوت شويه لما نتاكد ان هاني عمل تاكلينج. ولا يا هاني عرضيه الجون مش ما تغفرلكش. فايه يا جماعه؟ ايه ما قبل ما بورتو يتعادل، ما هم كانوا ممكن يروحوا قدام الاجوان ويفضلوا يضيعوا ويقولوا اصل احنا مضغوطين واحنا مش عارفه ايه واحنا متنيلين، وما كانوش يسجلوا. وما حدش كان عندهم بقى، كان هيقولوا لهم ايه، هيطلعوا في البرامج يقولوا ايه، عادي بقى يا جماعه وما حصلش حاجه وما تزعلوش وتمام، اصل ايه اللي حصل يعني؟ لا لا، شوف رياكشن المدرب. ده في واحد عندهم النهارده على الدكه من الجهاز الفني خد انذار من كتر ما هو بيتكلم وحمقي وبيتخانق وبيزعق. وانت قاعد في 3 شاي نازلين بعد اذنك وعايزين حجر مع السلامه، قاعد على القهوه، الدنيا حلوه. تقول لي هل انت شايف الاداء كده؟ لا، اقول لك لا، الاداء كله ما كانش كده. في لعيبه رجاله في الملعب، انا لسه ذاكر اللعيبه الرجاله اللي كانت في الملعب اللي تتشكر فعلا. لكن انت عايز تفهمني ان احنا كل الاهلي لعب النهارده كويس؟ لا لا لا، عشان ببساطه مش عشان انت جبت 4 اجوان في كاس العالم للانديه فهتقول لي ياه الحمد لله. لا، انت تفكيرك محلي وهتفضل محلي، دي بتاعتك مش بتاعتي. سيبني بقى انا اقول راي الناس اللي عايزه النادي الاهلي ده نشوفه في حته تانيه بقى خالص. لان طول ما في ناس بتفكر في اللي هو طب ما احنا كويسين هنا، انت مش هتتطور. طول ما شايف ان انت كويس ماشي، بانك حاطط بتاع ستريمبوش اللي هو اصلا مش عارف انتوا متضايقين ان هو بيتريق، بانك بتكسبه رايح جاي، انت دي فرحتك؟ لا، ما هي مش خلاص بقى، ما بقتش فرحتي. هو ما بقاش يقارن بيا اصلا عشان اشغل دماغي بيه. انا عايز بقى اوصل واعمل حاجات تانية ويبقى ليا تاريخ بره بقى في العالم. وسيبك من كلام احمد عفيف بتاع اصل احنا الفروقات بينا بعيد قوي، بينا بعيد قوي ايه؟ قول لي بجد، انا عايز واحد اللي هيعترض على كلامي، انا عايز واحد ورقه وقلم يقول لي ال3 فرق اللي كانوا في المجموعه دول صعبين في ايه؟ صعبين في ايه وقدموا ايه في الكوره انت ما عندكش منه. ده يا اخي في ناس في ال3 فرق بياخدوا مرتبات اقل من اللعيبه عندك، بيسموا دول الفئه الاولى، واقسم بالله ما يستحقوا جنيه فيهم. فما تقول اللي هيعترض تاني بعد اهو، اللي هيعترض على كلامي يطلع لي ورقه وقلم المجموعه دي كان فيها ايه وفيها مين، يتعمل له حساب. بس كده انا خلصت كلام، شكرا جدا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.